عدسة جريدة المساء العربي من داخل نادي الأطباء بالإسكندرية في حضور بطولة اتحادات مدربي الحساب الذهني. انتشرت في الفترة الأخيرة ما يسمى بكلمة ماس، وكلمة ماس درج تحتيها العديد من الجروبات أو الأنشطة الذهنية تسمى إلى حد ما ماجيك ماس، يوسي ماس، صباح الخير ماس. عايزين نعرف إيه ماس ونعرف إيه النشاط الذهني والبطولة اللي اتعملت النهاردة في نادي الأطباء من خلال المدربة والمنصة. نقرب ونتعرف عليهم. أقول لكم مساء الخير. مساء النور. عرفينا بنفسك. أنا هديل عامر، مدرب دولي معتمد من الاتحاد الدولي للسلوبان والرياضيات الذهنية، مؤسس برنامج ماجيك ماس. واحنا حاليا بصدد الاحتفال بالابطال بطولة البرامج الحساب الذهني، وكان النهارده اليوم التكريم، حفل التكريم بتاعها. انا شايف النهارده ان انتوا كنتوا بتوزعوا شهادات تقدير للعدد كتير من الاولاد. نعرف شهادات التقدير دي كانت بتوزع بناء على ايه؟ هم اشتركوا في بطولة، كان في بطولة دولية معانا، في ناس من اطفال من العراق، من الامارات، من السعودية اشتركوا معانا، واحنا كنا بنكرم بقى الاولاد بتوعنا بتوع مصر. الاولاد دي ما شاء الله حلوا 50 مسألة في دقيقة ونص واقل كمان. فكنا النهارده يعني اقل واجب ان هم يكرموا على مجهودهم اللي تعبوا فيه في طب نتعرف على الباشمهندس وبعدين نرجع لحضرتك تاني عشان نقدر نعرف بالظبط ايه هو الحساب الذهني. تمام. باشمهندس عرفنا بنفسك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا اسمي سامح غانم، صاحب شركة هاب نتورك للبرمجيات، واحنا الشركة اللي كانت بتدير تقنيا المنصة الإلكترونية الخاصة بحساب الذهني. دور حضرتك النهارده ايه وحضورك النهارده ايه؟ دوري كان في المنصة هو تقديم الدعم الفني واستضافة البطولة وتحويل العملية التدريبية والاختبارات النهائية من الشكل الورقي المعتاد إلى الشكل الإلكتروني بما يتواكب مع تكنولوجيا العصر. والنهاردة كان لازم أكون موجود عشان أحتفل بالأولاد وقد إيه هم كانوا ما شاء الله متميزين جدا في استيعاب التقنية الجديدة، فكان لازم أكون موجود في الاحتفالية الجميلة دي أو أكون معاهم. ايه الفايدة العايدة على الولاد؟ هل هو الموضوع معمم ولا الموضوع شبه لسه بيبدأ واحدة واحدة؟ بصراحة الأولاد هم أبهرونا، لأن كان استيعابهم للتكنولوجيا أنا بشوف إن هو كان يمكن أكتر بكتير قوي من استيعابنا إحنا ككبار، فهم استفادوا بشكل كبير، والمنصة دي أتاحت لهم كمان إن هم يستخدموا التكنولوجيا اللي هي دلوقتي أصبحت الأداة بتاعتهم، هو ده العصر بتاعهم. ما بقاش العصر القديم اللي بيعتمد على الورقة والقلم بالشكل المعتاد التقليدي، دلوقتي بقى بشكل تكنولوجي، فهم ما شاء الله عليهم كانوا مميزين جدا. نرجع للأستاذة هدير وبرضه تعمق معنا الموضوع أكتر للمشاهد اللي هو أساسا ما عندوش فكرة عن الموضوع. تحب تقول لنا إيه بقى عن الموضوع ده بالظبط كده؟ الحساب الذهني هي عبارة عن عمليات حسابية الولاد بتقوم بيها بسرعة نتيجة لتدريب معين المدرب بيدربه لولاده، بالتالي هو الطفل بيقدر يحل المسائل بسرعة جدا. طيب مبدئيا كده علشان الناس برضو اللي ما عندهاش، واحنا نعرف برضو ايه الموضوع ده ازاي والتدريب بيجي ازاي وايه الانشطة اللي حضرتك بتعمليها. ممكن نشوف حاجة كده؟ يعني مثلا هو الطفل يعني على عداد شبه ده، بس المفروض ان هو عداد بخرزات، بس هو طبعا يعني مش معايا حاليا. تمام. فهو دي خرزات، كل خرزة بيبقى ليها قيمة، ليها رقم. الطفل بيبدأ يحرك الخرزات ونبدأ بنعلمه بطريقة معينة بحركة أصابع معينة، يبدأ هو يحسب على العداد الأرقام دي. فأنا بقول له مسألة بسرعة، بس بعد فترة بنتخلى بقى عن الأبيكس خالص أو العداد، ويبدأ الطفل يشتغل منتال المسائل زي ما حواري حضرتك كده دلوقتي مع الولاد. يعني هل كل طفل بيبقى معاه عداد زي ده؟ بس مع عداد خرزات بقى يعني مجسم. طبعا لازم يكون حضرتك اللي بتدربيه عليه؟ طبعا. بيتدرب اونلاين ولا لايف؟ ده وده. يعني في اونلاين وفي حضوري. طب نشوف نموذج كده من النماذج اللي حضرتك
اوكي ماشي، ابدا اقول المسائل يلا اولاد. 2 5 equals 0 3 1 5 minus 4 minus 5 plus 3 plus 1 plus 5 equals 0 22 22 55 minus 44 minus 55 plus 33 plus 11 plus 55 equals excellent. 111 111 555 minus 222 equals excellent. 22 22 55 minus 88 plus 11 equals 0 66 33 minus 99 plus 33 plus 11 plus 55 equals excellent. نحب نفهم برضه. اوكي. يعني هم دلوقتي المسائل اللي اشتغلوها دلوقتي منتل هم اشتغلوها قبل كده على الابيكس. لان الهدف مش ان هم ياخدوا الابيكس ويروحوا بيه اي مكان سوبر ماركت او صيدليه او وات ايفر، لا الهدف ان هو يتخلى عنه خلاص، ما يبقاش يشتغل بيه ودماغه هي اللي تفكر. هو اول ما بدا معايا كان عارف ان كل صابع ليه خرزات معينه بيحركها، يعني مثلا الاول خرزه ب 1 1 1 يبدا يحسب المسائل. لا انت دلوقتي بتشاوري لهم بصباعك كده زي الصم والبكم، ايه هي بقى الحركه اللي انت حضرتك ما هي مثلا صابعي ده مثلا بيعمل البلس ده 1 1 1 1 5، فانا لما بقول له مثلا 2 2 5 هو خلاص عرف قيمه الصابع، مطلع خرزه رقمها كام، هو بيحسبها بقى بدماغه، بيبدا واحده واحده بالتمرين يبدا خلاص يتخلى عن ده ويشتغل منتل. اساله يحرك كانه بيحرك صوابعه على العداد ويطلع الاجابه. هل النشاط الذهني ده ممثل بس في الرياضه ولا؟ هو بداية الرياضة، لكن هو بيشغل دماغهم في كل حاجة. يعني عندي أولاد ما شاء الله حتى في تحفيظ القرآن فرق معاهم، حتى في الألعاب الرياضية فرقت معاهم. الطفل اللي بياخد الكورس ده فعلا بيكون طفل مميز وبيفتح ليه مجالات كتيرة تانية كمان. حضرتك بتنمي الموهبة والنشاط ده ازاي لبقية الأولاد؟ يعني مثلا في أماكن بروح فيها فور فري تبع الإدارات التعليمية مثلا، وفي بيكون بشكل شخصي. عرفنا او سمعنا او نما الى علمنا ان بعض مدربات النشاط الذهني بيروحوا بعض الادارات التعليميه. بالظبط كده. احنا في مدربات كتير في اسكندريه، كل متوزعين على ادارات كتيره جدا. انا مثلا بروح العمريه فور فري، طبعا الكلام ده مننا للولاد، وفي مدربات تانيين في اماكن تانيه. هل ده تطوعي ولا بالاجر؟ تطوعي. تطوعي. طب ممكن نقدر نشوف نماذج من اولياء الامور اللي هم طبعا اتفضلوا. وخلال لقائنا بالمسابقة بتاعت اليوم في نادي الأطباء بنلتقي ببعض أولياء الأمور للطلبة اللي هم متفوقين في الحساب الذهني، نعرف منهم طريقة الاشتراك وإيه العائد على الولاد. نتعرف بيكي. أستاذة بسنت والدة يحيى محمد يحيى، مشترك في المسابقة. حضرتك بتشتغلي إيه؟ مدرسة. والنهارده سبب وجودك ايه بقى في الحفله او في الندوه ديت او في ابني كان بياخد مستوى تاني، وخد مستوى اول ديفا، مستوى تاني ابتدائي، وخد مستوى تاني اعدادي، وكنت اشتركت له في منصه. لا انا عايز اعرف انت طريقه الاشتراك ازاي، يعني اشتركت ازاي يعني في الحساب الذهني ده او الماجيك ماس؟ من خلال بقى الاداره متابعه الموهوبين والطلبه اللي عندهم كويسين وكده، وبتنزل برضو اعلان. بحكم انك انت تربيه وتعليم، شفتي الموضوع ده ازاي واستفدتي بيه ازاي ودخلتي ولادك ازاي واشتركوا فيه ازاي؟ فاهميني انا عشان غيرك يقدر يفهم. يعني عرفت ان في تدريب مثلا مع ماجيك ماس، في استمارات بنسحبها اللي احنا نشتركوا في انشطه في كام من خلالهم الماجيك ماس، فاشتركت لابني، قلت ايه هيساعده يعني في الدراسه طبعا وكده. نتعرف بيكي. استاذه سمر هدرس. اشتركت لبناتي الاثنين في تربيه وتعليم برضو. اشتركت لبناتي الاثنين من سنه مع الاستاذه هديل. احنا عندنا في قسم الموهوبين في اداره العمريه بيعملوا اعلان عن الكورسات المتاحه مجانيه، بناخد استماره وبنختمها من المدرسه وبنسلمها في قسم الموهوبين للطالب اللي عايز يشترك. بيحددوا مواعيد الكورس وبيروحوا يحضروا، واستفادوا كتير جدا طبعا. ساعدهم في الماس، وساعدهم في الساينس، وساعدهم في حاجات كتير. طريقه تفكيرهم اختلفت، طريقه حفظهم اختلفت. الطفل ما بقاش مجرد ان هو آلة للحفظ فقط، بالعكس ده هم بيفهموا بيحلوا مسائل ما حدش بيعرف يحلها اسرع من اي حد تاني. بقى لهم قد ايه في سنه؟ بقى لهم سنه. هل الموضوع ده هو واخد كورسات مرحله اولى ثانيه ثالثه يعني؟ في مراحل.
هم في المرحله الكام دلوقتي؟ هيدخلوا المرحله الثانيه. وايه اللي استفادوه في خلال الفتره اللي فاتت دي؟ بقوا اسرع في حل المسائل، بقوا اشطر من زمايلهم اللي في مستواهم اللي هم ما اخدوش الكورسات ديت. جدول الضرب كان بالنسبه لهم صعب قوي ان هو حفظ، بقى سهل جدا ان هم يحلوه من غير حفظ. هل ما بيعتمدوش عليك كتربيه وتعليم او مدرسه او مامتهم تقدري لا 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 تساعديهم؟ خالص والله، لان فعلا الام الموظفه ما بتبقاش فاضيه انها تقعد الاطفال إنها على طول معاهم. الكورس ده بياخدوه كل قد ايه؟ مره في الاسبوع. كام ساعه؟ ساعتين. ساعتين؟ ساعه ونص. طب هل هو عايد عليهم بس على الرياضه بس ولا على الرياضه والساينس والتفكير واللياقه البدنيه؟ بنتي اصلا حاصله على بطوله اسكندريه قبل كده في الكاراتيه ومستويات يعني في كل حاجه. طب عرفينا عليهم كده ونشوف ايه اللي هم بيعملوه. ودينا. تعالى حبيبي اتفضلي. ودينا عاطف. تعالي يا جودي. جودي عاطف. ودينا في سنه 5 مدرسه الشهيد احمد مبروك، وجودي سنه 3 مدرسه الشهيد احمد مبروك. قول لنا رودينا ايه الحساب الذهني ده؟ احنا مش فاهمينه، عايزين نفهم الناس. الحساب الذهني هو عبارة عن حساب عادي، بس هي الحكاية كلها عن انا شايف ميس هدير معاها كانت أبيكاس. ده العداد. انت اتعلمتيه في خلال قد ايه؟ انا اتعلمته في خلال مرتين اسبوع. طب انت بتعملي لغه الاشاره؟ انا شايفك بتعملي لغه اشاره. ايه لغه الاشاره دي عباره عن ايه؟ لغه الاشاره دي اكن الابيكاس قدامي. ايوه. وبتخيل ان دي مثلا 5، بنزل 5 كده، وبطلع 1 يبقى 6، بطلع 2 يبقى 7، بطلعهم كلهم تبقى 9. وفي التنس العشرات مثلا بنزل كده 5 يبقى 10، وبنزل 1 يبقى 11، وبنزل 2 يبقى 12. طيب عاد عليك ايه بقى الحساب الذهني دوت؟ عاد عليك في ايه في الدراسه؟ ساعدني في مثلا في الماس والساينس، ان الماس فيه جدول ضرب انا بعرف اعمله اسرع من صحابي. يعني انا مثلا عندي صعوبه في ان انا احفظ حاجه، فانا بدل ما احفظه اول ما اشوف المساله احلها كده على طول. بتتخيلي يعني؟ اسرع من صحابي كلهم. طب بقيه المواد؟ الساينس مثلا في مثلا كميه محدده من الكيمياء او حاجه بحسبها برضه اسرع من الثانويه. بتحضري كل قد ايه التدريب؟ كل اسبوع. كام ساعه؟ ساعه ونص. هل بتركزي عليه في البيت لما بتروحي؟ ميس هديل بتخلينا بتدينا هوم ورك مثلا في الكتاب، بنحله في البيت وبنروح هي الابلكيشن كمان. الابلكيشن في ابلكيشن بنتمرن عليه، بنحسبه كده زي الابيكاس برضه. يعني الابيكاس قدامنا بنحسب كده طب نتعرف على اختك برضه؟ عرفينا بنفسك، اسمك ايه؟ جودي عاطف. سنه كام يا حبيبي؟ سنه 6؟ تالتة. بقالك قد ايه في التدريب الذهني؟ سنة. ايه اللي اتعلمتيه؟ اتعلمت يعني الماس وبقيت شطورة جدا في حاجات كتير. زي الحساب مثلا والجدول، وبقيت احفظه اسرع، وبقيت الميس لما تكتب لي مسائل بحلها اسرع من صحابي. برافو عليكم. نتعرف على نماذج تانية، اتفضلي. عايز سجل. عرفينا بنفسك. إيمان كمال، بكالوريوس تجارة، ساجدة 8 حضرتك بعيد عن التربية والتعليم؟ عرفت الكورس، كنت بسمع عن الماجيك ميس وكده، لحد عرفت عادي بطريقة شخصية خالص. عرفت ميس هديل، قدمت لساجدة بقالنا سنة معاها. ساجدة في جونيور 1، والحمد لله يعني فرق معانا كتير الحمد لله. يعني هي لسه في المنهج ما خدتش التايم تيبل، بس هي ما شاء الله يعني التايم تيبل معاها بقى حاجه سهله جدا بسيطه جدا بالنسبه لها. الحساب برضو ان هي بتحسب اسرع من صحابها. ان احنا في اي حته بسم الله ما شاء الله يعني اول واحده تقول النمبرز، تقول يعني تحسب اسرع من اي حد الحمد لله. يعني بقالها قد ايه؟ بقالنا سنه. بقالها سنه؟ عرفينا بنفسك. ساجدة. اسمك ايه؟ ايه؟ علي صوتك. في سنه كام يا ساجدة؟ سنه اولى؟ اولى ايه؟ جونيور 1. مدرسة ايه طيب؟ طلائع العجمي. يعني انت بعيد عن العمرية؟ إدارة العجمي.
انت برضو بتتدربي تحت قياده ميس هدير برضو؟ بقالك قد ايه؟ بقالك سنه. ايه اللي اتعلمتيه؟ اتعلمت السرعه السرعة في الحساب ما المفروض انت بقى اللي انت تقوليه بسرعه كده اهوت، انك انت اتعلمتي حساب الذهني ده اهوت، تردي بسرعه. هم الحمد لله بيبقى لهم ميزه ما بيتكلموش كتير على فكره. ما يعني الموضوع دوت ما بي يعني بيقلل من الكلام، بس بسم الله ما شاء الله يعني هي بتحفظ القران ما شاء الله يعني اسرع برضو من اي حد. ما شاء الله هي واخده جزئين برضو في القران. يعني حافظه القران؟ حافظه جزئين ما شاء الله. طب تقدري تقولي لنا اي حاجه كده؟ تقدر. قولي. شوفي بقى عايزه تسمعي ايه؟ تحبي تسمعينا ايه؟ قولي نوح. يلا بسميلي وابدأي. بسميلي وابدأي. بسميلي وابدأي. ها؟ مكسوفه؟ بسميلي وابدأي. قولي. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت. صدق الله العظيم. برافو عليك يا ساجده، برافو عليك. استاذه هدير انا كنت شايفك خش مع ساجده، انت كنت بتتكلمي مع ساجده بلغه الاشاره برضو من شويه، ممكن تقول لنا كده اهوت لغه الاشاره مع ساجده؟ هي مش لغه الاشاره، هي مجرد ان هو منتل للعداد اللي هم كانوا بيشتغلوا عليه. طيب ماشي، نشوف كده حاجه، نشوف حاجه تاني، نشوف حاجه تاني. كي جي 2 تعالى محمود برضو من الاولاد الصغيرين معانا في القسم. كي جي بقاله قد ايه محمود؟ سنه برضو. يعني ممكن نشتغل الولاد كلهم يشتغلوا. يلا ولاد. طب يلا اشتغلي معاهم ورينا يعني. اوكي يلا. 6 خش معاهم قدام لو سمحتي. 6 3 minus 9 plus 3 plus 1 plus 5 equals 9 0 8 1 minus 4 plus 1 equals 6 0 99 minus 22 minus 22 minus 55 plus 33 plus 11 plus 55 minus 66 33 0 88 11 minus 44 minus 55 plus 33 plus 11 equals 44. Excellent. 555 plus 111 plus 111 minus 222 equals 555. Excellent. جميل جميل، برافو عليكم. نشوف النموذج الثالث الأستاذة سناء علي، مدرسة رياضيات. برضه مدرسة؟ برضه مدرسة. إدارة إيه؟ إدارة العمرية. اشتركت لابني برضه عن طريق الإدارة، عرفت إن في الماجيك. إيه إدارة العمرية مميزة يعني عن جميع الإدارات ولا إيه؟ أكيد إدارتنا مميزة. واشتركت عن طريق برضه، رحت الكورس المجاني اللي بتعمله ميس هدير. واشتركت لابني وفاده كتير جدا. ابني عنده 8 سنين بس ما شاء الله يعني حاسه ان هو فرق معايا. بقاله قد ايه يعني في سنه برضه في المستوى الاول. هو فين؟ عمر. انا عمر بسرعه. فادوا بايه في حياته العمليه في البيت؟ طول النهار اكيد الموبايل يعني شاغلهم. فبقى في ليهم حاجه تاني، عايز هو يروح مع ميس هدير، بيسابق صحابه بالكورس. ميس هدير بصراحه بتبقى عامله حاجات شيقه يعني في طب في البيت ايه اللي بيعملوا يعني؟ ايه اللي عاد عليه في البيت؟ اكيد طبعا الولاد طول النهار ماسكين الموبايل، لا بقى في حاجات تانية شغلاه. يعني هو مش ماسك موبايل طول النهار في البيت زي بقيه الولاد؟ مش زي الاول. لا مش زي الاول. طب ايه اللي انت ممكن بتعمليه معاه في البيت من تنميته؟ ميس هدير بتديله واجبات وحاجاته. هل انت بتساعديه في البيت؟ بتابعه بس مش اكتر يعني. هو بصراحه على الابلكيشن كان شغال اكتر وكان فايده يعني. وفي سنه كام دلوقتي؟ تانية ابتدائي. تانية ابتدائي. عرفنا بنفسك.
عمر علي صوتي. علي صوتك. عمر سنه كام يا عمر؟ تاني ايه اللي استفدته من الحساب الذهني؟ علمت اتعلمت ايه؟ حساب ها؟ حساب اتعلمت الحساب بس؟ لا وبقيه المواد بتاعتك؟ ها وبقيه المواد شاطر فيها ولا لا؟ شاطر ولا مش شاطر؟ شاطر. ها؟ ادينا نموذج يا ميس هدير كده معاه. عايزه اقول كمان ان الطفل اللي بيتعلم الحساب الذهني بيبقى عنده ثقه في نفسه. لان هو لو قاعد مع اقرانه اللي في سنه لا هو هيحل اسرع منه، هيحل مسائل اكبر منهم، فبالتالي الطفل يبقى عنده فعلا ثقه في نفسه. دي كمان ميزه مهمه جدا جدا الكورس بيديها للاولاد. طيب عايزين نختم بالموهبه، انتوا قلتوا لنا ان عندكم موهبه من ضمن المواهب. يحيى بيكون مكعب روبيك. طيب ما عايزين نفهم بس، فهمنا عشان الناس تفهم كلها اللي انت بتعمله. بتعمل ايه انت دلوقتي؟ انا دلوقتي المكعب ده دربت عليه وقت طويل لحد ما عرفت احله في ثواني. يعني انت بتجمع المكعب ده كله على لون واحد؟ لون يبقى يعني مثلا هنا اصفر وهنا يبقى كله لون واحد. بتاخد وقت قد ايه بقى؟ يعني 35 ثانية 45 كده يعني. هل ده بيعتمد برضو على اللقاء الذهني بتاعك؟ طب ورينا كده. عد يا باشمهندس، شوف تايم. شوف التايم بتاعه. شوفوا تايم بس بدأ. خلصت نص. خلاص. تمام على فكرة. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، 36 برافو عليك. 36. عندك ايه تاني؟ انا سمعت ان عندك انت مواهب تانية. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا سلام يا سلام، انت بتنفخها علشان خاطر يعني كده خلاص. وريني طيب انا ما شفتش بتعمل ايه؟ بتعمل ايه طيب؟ خدع سحرية. ايه؟ خدع سحرية. طب وريني ايه الخدعة ديت، انا عايز اعرف الخدعة دي ايه والناس تشوفها. هات ياس. ضل يجي كرتون. يعني انت دلوقتي انت وميس هدير يعني بتلعبوا مع بعض يعني ولا ايه؟ ولا هو اللي فوق؟ لا طبعا. هو اللي تحت؟ لا. صح. طب دي عملتها ازاي دي بقى؟ مش هيقول ده سر بقى. ميس هدير بنشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى لكم التوفيق، وبنشكر الباشمهندس ومزيد من التقدم ان شاء الله كده اهوت لاداره العمريه والقائمين على اداره العمريه، ونتمنى انها تعمم في جميع الادارات ان شاء الله كده اهوت على مستوى اسكندريه بالكامل. ومن هذا المكان بنتقدم بخالص الشكر للاستاذ عربي وكيل وزاره التربيه والتعليم، والاستاذه ناديه فتحي وكيل مديريه التربيه والتعليم على النشاط اللي احنا شايفينه في اداره العمريه. تحياتي ليكم والى اللقاء. شكرا.